ميركاتو شبيبة القبائل 2026 يعود من جديد وبالمفاجآت. إدارة شبيبة القبائل تتحرك رسميا لضم صفقة حارس جزائري كبير، لكن المفاجأة أن هذا الحارس قد لا يكون الاسم الذي تتوقعونه. بعد تعثر صفقة توفيق موساوي في اللحظات الأخيرة، إدارة الكناري لم تنتظر طويلا وتحركت نحو حارس يملك خبرة كبيرة، وهناك اتفاق مبدئي يقربه من شبيبة القبائل. فمن هو هذا الحارس ولماذا اختارته إدارة شبيبة القبائل؟ وهل سيكون منافسا لغاية مرباح على المكان الأساسي؟ تابعوا معنا الفيديو للنهاية لمعرفة كل تفاصيل هذه الصفقة. كما تحدثنا في فيديوهات سابقة، إدارة شبيبة القبائل كانت تبحث أصلا عن حارس جديد. الكناري كان قد دخل في مفاوضات مع حارس آخر، وكانت الأمور تبدو قريبة من الحسم قبل أن تحدث المفاجأة في آخر لحظة. الحارس تراجع عن فكرة الانتقال، وبالتالي وجدت إدارة شبيبة القبائل نفسها أمام ضرورة التحرك بسرعة، خصوصا مع اقتراب انطلاقها الموسمي الجديد. جمهور الكناري كان يتساءل من سيكون هو البديل. الحارس الذي أصبح قريبا من شبيبة القبائل الآن هو أليكسيس غندوز، البالغ من العمر 30 سنة والمرتبط حاليا بمولودية الجزائر. أصبح على أعتاب خوض تجربة جديدة في مسيرته. المعطيات تشير إلى وجود اتفاق مبدئي بين غندوز وشبيبة القبائل، وهو ما يجعل الصفقة قريبة من التجسيد في انتظار استكمال الإجراءات الإدارية والإعلان الرسمي. لكن لماذا يريد غندوز الرحيل عن مولودية الجزائر؟ هذه النقطة بالذات مهمة لفهم كيف وصلت الصفقة إلى هذه المرحلة. أليكسيس غندوز يرغب في إنهاء تجربته مع مولودية الجزائر، وطلب الحصول على وثائق تسريحه من أجل خوض تجربة جديدة في ظل المنافسة الشرسة التي تلقاها من الحارس الأول عبد اللطيف رمضان. وهنا وجدت شبيبة القبائل فرصة مناسبة جدا. الحارس يبحث عن فريق جديد، والكناري يبحث كذلك عن حارس يملكه الخبرة. المعطيات تشير إلى أن التعاقد مع غندوز جاء أيضا بناء على طلب وتوصية من المدرب كريم بالحسين، والهدف واضح: خلق منافسة حقيقية وقوية في مركز حراسة المرمى. شبيبة القبائل لديها أصلا غاية مرباح، لكن الجهاز الفني يريد أكثر من خيار جاهز خلال هذا الموسم. وجود غندوز سيعني أن المنافسة على حراسة المرمى ستكون مفتوحة، والسؤال الذي سيشغل جماهير الكناري: من سيكون الحارس الأساسي، غندوز أم غاية مرباح؟ إذا تمت الصفقة وبشكل رسمي، هل تعتقدون أن أليكسيس غندوز أفضل من توفيق موساوي بالنسبة لشبيبة القبائل؟ وهل يستطيع غندوز منافسة غاية مرباح على المركزية الأول؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديد شبيبة القبائل وصفقات ميركاتو شبيبة القبائل.